الداعية الإسلامي عبد الله رشدي أنا بدعوه للمسيحية وبقول له خش في طريق النور واهجر طريق الظلام واتبع المسيح الحي علشان تقوم وراه من الأموات، لأن اللي بيتبع الحي بيعيش أما اللي بيتبع الميت بيموت. اتكلم بالكلام الصحيح، لأن الكلام اللي انت بتقوله ضلال في ضلال. الإنجيل ده كتاب الله الوحيد، أول كتاب من ذكر قصة آدم وحواء، أول كتاب من ذكر قصة موسى، أول كتاب من ذكر قصة يوسف الصديق، وعلى الأصل دور. هو ده أساس البناء وعليه كل الطوابق، وكل كتاب آخر غيره هو كتاب مزيف. فعلى الأصل دور، فقوم ادعوا بهذا الكتاب وما تدعوش بكتاب آخر، لأن احنا في نهاية الزمان. هتقفوا على المطارات كل واحد عايز يرجع لأرض ميلاده، هتنزلوا في الملاجئ علشان تختفوا من النووي، تختفوا من النووي. هتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، البحر هيضج والأعاصير هتكنس الأرض، الشمس دي هتطفي والقمر هيظلم. الوقت قريب، وهيبصروا ابن الإنسان يسوع المسيح نازل على السحاب بملكوته وبمجد عظيم، وهينظروا ليه اللي طعنوه وهينوحوا عليه كأنهم بينوحوا على ابنهم البكر. زي ما يوسف النبي أنقذ شعبه من المجاعة، هو هينقذ كل شعبه من الإبادة. الوقت قريب، هو ده مخلص العالم الوحيد، وقبله مفيش وبعده مفيش، اسمه يسوع المسيح. مات على الصليب علشان يدفع تمن كل ذنوبنا وقام من الأموات، خرج من المقابر. أول من خرج من المقابر، أول من لم كل عظامه وطلع من بين الأموات، أول إنسان فتح طريق الموت. يهوه يسوع اسمه، كل من يؤمن بيه بيخرج وراه من المقابر. هو بينادي على كل إنسان وفاتح إيده بالسلام، وقال في كتابه: ها أنا واقف على الباب وأقرع، سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، لأن إلهنا كثير الغفران. يا عبد الله يا رشدي، قدم التوبة على دم يسوع المسيح إن كنت تقبل هذه الرسالة. عليك سلام ورحمة. أما إن رفضت هذه الرسالة فهتكون عبرة لكل مصر. الكلام ده فيه قوة وفيه روح. الوقت قريب. الروح القدس اللي عليا بيخاطبك. مفيش زمان بعد الزمان، ومشهد عن النور واهجر الظلام. لا تكون عبرة لمجد المسيح، أما لا تكون عبرة لكل مصر. لا تقبل لا ترفض، وضع أمامك الحياة والموت، فاختار الحياة لكي تحيا. والكلام ده هيدركك وهيوصل لك بقوة الملاك اللي ما بيني وبينك. الوقت قريب. احنا في الأيام الأخيرة ومفيش زمان بعد الزمان، والفرح بيشطب والمعازيم بتسلم على بعض، والعريس هياخد عروسته وهيصعد بيها إلى ما وراء النجوم، والروح القدس اللي ساكن في وسط المؤمنين بالسيد المسيح هيخطفهم قبل نزول أهوال يوم القيامة. احنا في نهاية العالم. استعدوا للقاء إلهكم.